هاي، اخباركم ايه؟ انا عارفه ان انا المفروض انزل عن البرايسنج ابيسود، بس فعلا حصل حاجتين. حاجه خاصه بيا، يعني لخبطه كتير عندي. وحاجه تانية، ان السوق اصلا كمان كان متلخبط. انا عارفه ان الفيديو بتاع البرايسنج بيبقى حاجات بيزكس، يعني الفيكسد كوست لازم تعرفوا، الريسك الجزء بتاع الريسك لازم تعرفوا، حاجات ثابته. بس انا عايزه اعمل فيديو ليه دعوه بالسوق بتاعنا المصري، يعني جدا بتحركاته، بحاجاته، الاسعار اللي عماله ترتفع بالجامب، يعني مش بترتفع عادي، واكيد كل البراندز عارفه ده. اسعار القماش، اسعار الخامات، احنا كمان اتصدمنا جدا بالاسعار. فانا فعلا هعمل ده، بس مش الفيديو اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. الفيديو اللي احنا بنتكلم عنه مش اقل اهميه خالص من البرايسنج. هو فيديو عن السوق. انا دلوقتي بعمل كولكشن، السوق المصري او اللي انا ببيع له دلوقتي حالا، انزل بانهي موديلات. طيب انا هقولك على كذا حاجة. رقم واحد، الناس مش معاها فلوس، يعني حاول تختار الحاجات السامبل اللي مش هتكلفك لا في القماش، تاخد قماش كتير امتار كبيرة فتعلي كوست الحتة، ولا عايز ديزاين صعبة فبالتالي الورشة أو المصنع تاخد منك مبلغ كبير، لأن أي حاجة طبعا ليها مبلغ وليها سعر. فأنت عايز تقلل كوست البيس، فأنت بتختار الحاجات simple as you can. طبعا في ناس الايدنتي بتاعهم انها دايما بتعمل تويست في الحاجة، فلازم تعمل حاجة مختلفة. فانت على قد ما بتقدر بتنزل من كوست البيس. طبعا ما تبدأوش شتوي دلوقتي يا جماعة، بليز. اي حد عنده فكرة على الهودي، لتراك سوت شتوي، كل الحاجات دي اجلها. نصيحة، ابدأ الشتوي من شهر 9. انت المفروض اصلا الشتوي تبدأ الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، بس احنا كمصر فاست فاشن، فبنبدأ السيزون في السيزون. بس بنعتمد اكتر على مواعيد التجار القماش. فتجار القماش من شهر 8، اخر 8 9 بينزلوا الشتوي. ابدأ تكون انت محدد الموديلات بتاعتك، ابدأ واجهز، اعمل دوت، لانه ده كمان سوق نايم عند الورش وعند المصانع، فبتاخد سعر مناسب. طبعا مش يعني بيفرق برضو البيس بالنسبة لك صعبة ولا لأ، سعر الورشة يعني بتحدده على هذا الأساس، بس بيبقى السوق انت بتعمل العينة بتاعتك براحتك. خلاص. طيب وفي الصيفي انت المفروض دلوقتي تكون بتعمل الصيفي، التجار القماش بتعمل ال ال يعني الأقمشة بتاعتهم بدأت تنزل، بتاعت الصيفي، والورش مش عليها ضغط فمش هتأخر لك حاجتك. او المصانع طبعا بتبقى ليها سيستم منضبط اكتر من الورش شوية. بس حتى لو فانت حاجتك بتطلع برواق، الحاجة كل ما بتطلع وبتاخد وقت فيها بتطلع هادية ورايقة. دي نصيحة بقى من قلب الورشة وقلب التفصيل يعني. ف انت دلوقتي بتعمل للصيفي. طيب انا موديلاتي اعمل ايه؟ السوق المصري طيب انا شايفه بيتجه لفين؟ للسامبلستي. الناس عايزة فلوس قليلة تدفعها في الحاجة، فانت اختار الحاجات بسيطة. طيب انا اختار على انهي اساس؟ يعني اختار ايه؟ انت طبعا لو بتتكلم في سن 18 19 20، يعني العشرينات كلها، بتختار حاجة فيها بيزكس اكتر وفيها حركة. طيب لو انت بتختار من سن 30 لفيما فوق، بتختار حاجة تكون شيك وديسنت ولذيذة، وممكن حد يلبسها الصبح وبالليل، وفيها برضو تويست. طب انت لو بتتكلم سن مثلا خمسينات، طبعا في ناس على فكرة مش بتهتم بالسن ده خالص، وانا شايفة انه مهم. خمسينات، ستينات، سبعينات، بتبقى محتاج حاجة تتلبس فضفاضة ومريحة جدا، وبرضو شكلها شيك، مش يعني حاجة بنقول خلاص بقى الناس دي كبرت. لا بالعكس، ده سوق مهم على فكرة، ومش ناس كتير دخلته، بس انا شايفة انه في ناس بدأت تدخل السوق ده. فمهم ان انت تعرف ان السوق دلوقتي محتاج الحاجات اللي سعرها تنافسي على قد ما بتقدر. فعلى هذا الاساس، انت على اساس السعر بتختار الموديل اللي هتنفع تدخل فيه السيزون ده ولا لا. وبليز ما تعملوش شتوي دلوقتي. بس شكرا ان انتوا سمعتوني. باي باي.